يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة تفتح النفس وتفرح القلب. هنعمل بقى البريوش الجميل دوت. احنا داخلين بقى على راس السنة كده وبنحب ناكل بقى حاجات في السهرة وكده. بصوا جميل قوي قوي، بصوا طري ازاي وطريقته حلوة وسهلة. ان شاء الله تجربوها وبمكونات بسيطة برضو موجودة في كل بيت. معانا كوبايتين لبن. انا هقول لكم كده الطريقة واحدة واحدة عشان كلنا نعرف نعملها، والطريقة ما فيهاش اي مشكلة. ادي كوبايتين لبن. طبعا يا ريت اللبن يبقى فاتر شوية عشان هنحط عليه خميرة. دول بيضتين برضو بدرجة حرارة الغرفة. هنحط ربع كوباية زيت، وهنحط ظرف خميرة. وبعدين طبعا عشان احنا حطينا بيض هنحط ظرفين فانيليا. طبعا المكونات السائلة دي مع بعض، دي ذرة ملح. هنقلبها بقى مع بعض كده عشان نخلي البيضة تندمج مع اللبن. بص نقعد نقلب فيها كده لغاية ما يبقى كل المكونات تندمج مع بعضيها. بعد كده هوت معانا كوباية سكر. كوباية السكر دي برضو هنقلبها، والكوباية ديت على كيلو دقيق. لازم عشان تبقى العجينة كده اما نيجي ناكلها تبقى مسكرة. طبعا احنا بنبقوا ناخلين الدقيق. بصوا الخميرة اتفعلت ازاي. هنا بقى ايه، هنحط المكونات السائلة على كيلو الدقيق وهنقلب كده ونخلي كل الدقيق يشرب المواد السائلة. نقعد بقى نعجن فيها كده لغاية ما نشرب كل العجينة. ده لسه بوريكم ان هي بس شربت المواد السائلة، لكن لسه هنحط بقى ايه، الزبدة. الزبدة ديت زي 4 معالق كده بصوا 4 معالق. طبعا الزبدة تبقى طرية ولينة. حطوا زي 4 معالق كده مليانين على كيلو الدقيق، يعني بمعدل كده كوباية الا ربع زبدة. بتكون طرية، لازم تبقى طرية. نقعد بقى ندعك كده في العجينة ونعجنها حلوة قوي، ونشرب بقى كل الزبدة بالعجينة. تحسوا ان هي هتفرول منكم وتقطع، ما تخافوش، اقعدوا اعجنوا فيها كده. هي بتاخد وقت بصراحة، زي كده ربع ساعة 10 دقايق كده تعجنوا لغاية ما تشربوا العجينة الزبدة. في النهاية بتديكم ملمس حلو قوي، والعجينة بتبقى حلوة وناعمة. بعد كده بنحطها. بصوا حطيتها في البولة وغطيتها واتخمرت. انا بوريك ان هي اتخمرت. بعد كده بقى هنشكلها. معانا بقى الصواني كده هندهنها كده احتياطي. تمام. دي الصواني كده هنعجنها احتياطي. بعد كده هشكل بقى البريوش زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. ما تقلقوش، العجين حلو قوي، الشغل فيه وبيدي بركة للبيت وكده وان شاء الله يعجبكم الطريقة. والطريقة سهلة ما فيهاش اي مشكلة. الاول هنكور كل اللي معانا، واهم حاجة يبقى التكوير، ويبقى المقاسات كلها يعني قد بعض، على اساس ان السوا يبقى واحد. هنقطعهم كده مع بعض ونكورهم، وايدينا تبقى ميزان كده نقطعهم كله. انا بصوا بوريكم ازاي بنقفل العجينة. لازم تقفلوها بالطريقة دهية. بصوا كله سوا واحد. هنخلص بقى الكمية اللي عندنا، وبعد كده لازم تريحوها. بصوا انا بوريكم لازم تريحوا العجينة وتبقوا عارفين انتوا بدأتوا من انهي واحدة، على اساس ان انتوا تكون العجينة ريحت. وعايزين تفردوها بايديكم فردوها، عايزين تفردوها بالفرادة دهيت ماشي، افردوها حسب اللي انتوا بتحبوه. ماشي. والعجينة لما تلاقوها بتفرد اهيت ما مش بتكش وترجع تاني، يبقى كده العجينة معانا تمام وزي الفل.
بصوا هتفردوها بنفس الطريقة، وبعد كده نجيبها بالعرض ونلفها. هوريكوا انا كذا شكل وكده، واعملوا اللي يريحكم، ما فيهاش اي طريقة ولا فيها اي مشكلة، خلي بالكم. اهي بصوا عملتها كده، انا بعملها كده بفردها واعملها كده عشان تبقى العجينة هشة وتبقى معانا ملفوفة وتبقى خفيفة. بعد كده نفضل نرول فيها كده هوت بالراحة، بس اللي عايزة ايه بالراحة، اساس ان هي ما تقطعش مننا. وبعد كده هنشكلها بالراحة بقى معايا في التشكيل، عشان انا بصوا بحاول اجيبها لكم بالطريقة. هنعملها كده خلف خليف، وبعد كده هنطلع كل طرف من الحلقة اللي احنا عملناها. بصوا اهي اهي، وبعد كده نلزق الطرفين في بعض، ما فيهاش اي مشكلة، خلي بالكم. اهي هعمل طبعا معاكم كذا واحدة كده. بصوا هنفرد العجينة وبعد كده نعملها رول اهي. تحاولوا ترقوها على قد ما تقدروا، على اساس تبقى خفيفة معاكم لما تيجوا بعد كده تستوي وتقطعوها، تلاقوها كده خفيفة وهشة وحلوة معاكم. بصوا نلفها كده، وبعد كده لازم تلزقوا الحرف دوا اهو، وبعد كده تعملوها رول بقى، اساس ان انتوا تعرفوا تلفوها. حاولوا كده تاخدوا بالكم. بصوا اهو، وهتطلعوا الطرف دوت من الحلقة، تحاولوا توسعوا الحلقة شوية. بصوا هتطلعوا الطرف دوت اهو مرة، ومرة تانية تطلعوا الطرف التاني اهو، وتخلوا اهو، وبعد كده تلحموا الطرفين على بعض، هيبقى الطرفين واحد من فوق والتاني من تحت اهي، وتروحوا لازقينهم مع بعض. بصوا شكلها حلو ازاي، طريقة سهلة، خلي بالكم واعملوها وما تخافوش، وان شاء الله تعجبكم. بصوا طبعا لازم يتخمر كمان مرة، المعجنات بالذات لازم تتخمر. عملت واحدة كده هوت وقطعتها من الاخر ولفتها، كانوا اخر اتنين دول. بصوا انا بوريكم الكمية اللي عندي. طبعا انا مش بدهن لبن على المعجنات، انا بحب ادهن حبة لبن كده هو على الوش، برضو بيحمر معانا المعجنات، ما بحبش احط بيض. بصوا حبة لبن اهو، هندهن بيها كل الكمية اللي معانا. بصوا بقى بعد ما بتطلع، بصوا بقى حلوة ازاي ولونها حلو. اول ما تطلع بقى تروحوا عاملينها بفرشة بمعلقة زبدة كده هو سايحة، وتغطوها بقى عشان تطرى معاكم وتبقى حلوة زي الفل. ويا رب الطريقة تعجبكم. بص بقى جميلة ازاي ولونها حلو. واهم حاجة يبقى الفرن عالي، المخبوزات وكده والمعجنات عايزة فرن عالي. بصوا الجمال بقى، يا رب الطريقة دي تعجبكم. بصوا بقى لونها حلو ازاي وطرية. طبعا احنا لازم نغطيها علشان تطرى معانا، خلي بالكم، ده من اهم حاجة برضو ان احنا نغطي الصواني عندنا والعجينة. بصوا انا خلصت الكمية اللي عندي كلها هي، وادينا هو حطيتهم كلهم على بعض بعد ما تروا. وهتشوفوا بقى لما نجرب كده نقطع واحدة، هتشوفوا جميلة وحلوة ازاي ومفرغة من جوه. بصوا طلع شكلها ولا احلى بصراحة، واللفة سهلة ما تخافوش. بصوا بقى الطبقات بقى، وبصوا جميلة ازاي. بصوا جربوا وان شاء الله الطريقة تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.